الو. ايوه يا فزاع، احنا خلاص في المركب اهو. والله الجو جميل قوي، بجد تحفه. يا ريتك كنت معانا يا فزاع، صدقني كنت هتتبسط قوي. عارف، يعني مش قادره اوصف لك انا مبسوطه قد ايه انا وماما. بقول لك ايه، ما تفكك بقى من الشغل اللي عندك ده وتيجي نتغدى مع بعض، انا وانت وماما. والله هتتبسط جدا. انا مش قادره اوصف لك الجو عامل ازاي، جميل قوي قوي يا فزاع. لا وحياتي، وحياتي اللي تيجي بقى، فكك بقى من الشغل ده. طب هستناك. قعدت شمس تتحايل على فزاع قد كده في التليفون لغاية ما فزاع وافق وقال لها ان هيجي لها دلوقتي عشان يتغدى معاهم. ويا ريتها ما كانت اتحايلت عليه، لانها ما كانتش تعرف اللي هيحصل. اول ما خرجت من المركبة قابلت يوسف القناوي ولقيته قدامها، اللي بصيت له بقلق. ازيك يا شمس، عاملة ايه؟ طمنيني عليكي. شمس بصت لعمتها وما ردتش عليه خالص، هي مش عارفة ترد وتقول له ايه. رجعت لبصت لعمتها تاني، ممكن عمتها تخلصها من الموضوع وتتدخل في الكلام وتخليه يمشي قبل ما فزاع يجي. وراحت نصرة قالت له: ايوه يا ابني، انت مين يا حبيبي؟ عاوز ايه؟ اهلا يا حاجة، ازيك عاملة ايه؟ انا يوسف القناوي، وكنت بدرس لشمس في الجامعة. ازيك يا حاجة نصرة، اخبارك ايه؟ انا الحمد لله بخير. كنت عاوز حاجة يا ابني؟ اي خدمة اقدمها لك؟ لا يا حاجة تسلمي، انا بس كنت عاوز شمس في كلمتين. احنا ما فيش ما بيننا كلام يا دكتور، واستأذن حضرتك يا ريت تمشي قبل ما فزاع يجي علشان ما يحصلش مشكلة. ارجوك امشي. هو انتي بتخافي منه كده ليه يا شمس؟ هو بيضربك ولا بيأذيكي؟ ايه؟ لا طبعا. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ استحالة. انا شفتك يوم ما قابلتك في الاستراحة وهو بيشدك من ايدك جامد، وشفتك كمان بعدها بشوية وانتي في المستشفى ودماغك كانت ورمة وايدك كانت مكسورة وكان وشك مزرق. يظهر كان ضربك علقة جامدة قوي. انتي بيضربك صح يا شمس؟ قوليلي الحقيقة، بيمد ايده عليكي؟ انا كنت عاوزة اكلمك ملحقتكيش. لا ثواني بس يا ابني، انت فاهم غلط. بقول لك ايه يا دكتور يوسف، فزاع اصلا عمره ما ضربني ولا مد ايده عليا ولا ضرني باي حاجه. اليوم بتاع المستشفى ده انا كنت واقعه من على السلم وهو خدني وداني. بص يا شمس، انت لو خايفه منه قوليلي وانا هحميكي، وما تقلقيش هطلقك منه كمان، انا معاكي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت مالك يا جدع انت؟ امشي من هنا، امشي يا ابني الله يسهلك. امشي يا ابني عشان ما تتأذيش يا حبيبي، امشي. شمس، يا شمس الاخر مرة بقولك قولي الحقيقة. حقيقة بس ايه يا دكتور؟ فزاع ده حبيبي وجوزي، ولو سمحت بقى خلاص الكلام اللي ما بينا خلص يا دكتور. ويا ريت لو شفتني في اي مكان تاني، اي مكان، ما تجيش تسلم عليا، جوزي بيغير ولو شافك هيحصل مشكلة. ماشي يا شمس، انا اسف لو كنت ازعجتكم، انا كنت بس عاوزة اطمن عليكي. قلبي كان عاوز يطمن عليكي، واسف مرة تانية، وربنا يسعدكم. بعد اذنكم. سابهم يوسف ولف وشه وهو تعبان ومتضايق ومشي. واول ما مشي شمس بصت لعمتها وبداوا ياخدوا نفسهم بصعوبة. الحمد لله يا عمته انه مشي. عارفة لو كان فزاع شافه، يا مر يا بنتي على اللي كان هيحصل. بس هو يا شمس مهتم بيكي كده ليه؟ ماله؟ الصراحة يا عمته كان متقدم وكان عاوز يتجوزني، بس بابا قاله ان ما عندناش بنات بتتجوز من بره العيلة ورفضوا. فزاع يعرف بالكلام ده يا بنتي؟ لا بس انا هقوله على اللي حصل النهارده وهقوله ان احنا شفناه. ايه ده؟ ايه صوت الدوشة اللي بره ده؟ في خناقة ولا ايه؟ تعالي بينا نشوف في ايه بسرعة بره. يلا يا بنتي امشي. واول ما خرجوا بره شافوا فزاع وهو ويوسف بيضربوا بعض. جريوا عليهم بسرعة. من الخضة شمس ونصرة ما كانوش عارفين يتصرفوا. نصرة جريت على فزاع بسرعة وقامت ماسكاه من ايده وحاولوا يبعدوه عن يوسف، وشمس وقفت ورا فزاع ومتجمدة في مكانها وما بتتحركش، وشايفة يوسف وشه كله دم ومش فاهمين ايه اللي حصل ما بينهم بالظبط، وايه اللي خلى فزاع يمسك يوسف ويضربه كده. شمس اخيرا اتحركت وفاقت وقامت ومسكت في دراع فزاع. ايه يا فزاع اللي انت عملته ده يا ولدي؟ كفايه كده يا فزاع، الراجل ما عملش حاجه
ما اتكلمش. بعدي انت يا امي، انا هربيه علشان يحترم نفسه بعد كده. ابعدي عني يا امي بقولك. حرام عليك يا فزاع، عشان خاطري سيبه، ده هيموت في ايدك. سيبه عشان خاطري يا فزاع، هو عمل لك ايه يعني؟ فجأة فزاع زق الشمس وبعدها عنه وقال لها وانتي مالك انتي؟ انا مش عاوزه اسمع لك صوت، انتي تخرسي خالص لغايه ما نروح، فاهمه؟ بقولك ايه، سيبها، حسابك معايا انا، هي ما عملتش حاجه، ما تزقهاش وما تكلمهاش بقولك. فجأة نط عليه فزاع وبدأ يضرب فيه في البنيات تاني، لدرجة ان يوسف ما استحملوش ووقع واغمى عليه. فزاع اصلا جسمه اقوى من يوسف بكتير، ويوسف بالنسبة له ضعيف. فزاع ما كفهوش اللي عمله في يوسف، لا نده على عارف وطلب منه يشيل يوسف ويركبه معاه في العربية علشان ياخده البيت ويعرف يربيه براحته. وفجأة شد فزاع شمس من ايديها وخدها وجريوا على العربية، ونصرة كانت بتجري وراهم عشان تلحق تركب معاهم العربية التانية. عارف خد يوسف وشيله وركب العربية وسبقهم على البيت، وفزاع ركب مع نصرة ومع شمس اللي ما بطلتش عياط لانها كانت عارفة ان اليوم ده مش هيمر على خير. انت اتجننت يا فزاع ولا ايه؟ سيب الراجل يروح بيته، تاخده معانا ليه؟ ما عملش حاجة الراجل، سيبه يا فزاع. انا سيبته ياما، شفت ياما خارج من المركب، ولما سألت عارف قال لي انه كان بيتكلم مع شمس. ازاي تقولي لي اني ما بيتكلمش معاها؟ لازم اربيه، ده كان بيدرس لها في الجامعة يا ابني، ولما شافها جاي يسلم عليها وانا كنت معاه. يعني ما حصلش حاجة لكل ده يا فزاع؟ ليه يا ابني؟ انا حذرتها قبل سابق ما تتكلمش مع حد خالص، وهي ما بتسمعش الكلام. انا بقى هتصرف معاها لما نروح بيتنا وتشوف انا هعمل فيها ايه، علشان انا حذرتها قبل كده. نعم، وانت مين اداك الحق انك تتكلم معايا كده؟ تأدبني انت على ايه؟ على ايه تحدبني يا استاذ فزاع؟ انتي تخرسي خالص وما تفتحيش بقك ده لغايه ما نوصل البيت، لينا حساب مع بعض، وانا ما بخافش منك، واعمل اللي انت عاوزه واللي انت شايفه صح اعمله. خلص الكلام. نصرة بصت لشمس وغمزت لها بحزن علشان تسكت، علشان عارفة فزاع ابنها وعارفة اللي هيعمله. فزاع احترمني شوية، انا قلت لك يا ابني ان الراجل جه يسلم عليها بس واتكلم بأدب، وهي كسفته وقالت له ما تجيش تسلم عليا تاني علشان انا ست متجوزة. مش مصدقني يا ابني؟ فزاع ما ردش عليها خالص وساق بعصبية وكان طاير، وعارف سبقه على البيت وشال يوسف ودخله في مكان جنب البيت وقفل عليه. ولما وصلوا عند البيت نصرة خدت شمس اللي كانت منهارة من العياط ودخلت بيها البيت، وشمس كانت خايفة جدا من اللي كان هيحصل. أول ما دخلوا البيت وقفوا قدام فزاع، وشمس وقفت بعصبية وقامت قايلاله فزاع سيب يوسف يمشي علشان هيموت في ايدك بعد اذنك. في داهية يموت، هو اللي اتجرأ وعدى حدوده معايا لما جه واتكلم معاكي، عايزاني اقعد واسكت كمان عاد؟ لا لا، لازم انا هربيه وحاسبه، لو ما سبتوش يا فزاع انا همشي. همشي واسيب لك البيت. انتي ايه اللي انتي بتقوليه ده يا بنتي؟ انتي كده بتكبري الموضوع اكتر يا شمس. اهدي يا بنتي ولما يهدى فزاع نتكلم معاه. ايه اللي انتي بتقوليه ده بس؟ نعم، وانت خايفة عليه لدرجة انك عايزة تسيبي بيت جوزك وتمشي عشان خاطر اسيبه؟ اه، والله عال، عال قوي يا ست شمس. افهم بقى، انت ممكن تموته في ايدك، كفاية بقى كده، انت اصلا ضربته جامد قوي. افتكر بقى اهله هيسكتوا على اللي حصل؟ هتحصل مشاكل كتير بين العيلتين. يا ابني انا خايفة عليك والله، سيبه. لا، مش هسيبه، ومحدش اصلا هيقدر يقرب مني. بطل غرور بقى وسيبه، وكفايه قوي قوي اللي انت عملته فيه. سيبه يا فزاع. لا، هربيه يعني هربيه. ايه في ايه؟ ايه كل شويه هربيه هربيه هربيه؟ انت فاكر نفسك ايه بس؟ يلا بطل غباء بقى. نصرة اتخضت من الكلمه وضربت بايديها على صدرها، لان عارفه ابنها وعارفه اللي هيحصل في شمس ايه بعد الكلمه دي.